اساس طيب في معنا مكالمه من بريطانيا بس عشان مكالمه على اساس موضوع الوقت. لا انت وعدتني ان نعطي هذا الموضوع حقه. بعطيك حقه. واتمنى من الاخ البصمان يدخل في الموضوع مباشره. حياك الله اخوي البصمان من بريطانيا. الله يحييك. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن طلح البصمان. عبد الرحمن حياك الله. من بريطانيا، عضو هيئه تدريس وطالب دكتوراه في امبريا كولج. حياك الله. في الحقيقه اللي انا اشوفها اللي في النفق المظلم والطلبه التعليم العالي في الكويت. والسبب من وجهه نظري هي ثلاثه محاور يعني. واحد بعض اعضاء مجلس الامه للاسف، اثنين اتحاد الطلبه، ثلاثه وزاره التعليم العالي. خلينا نبدا في وزاره التعليم العالي، كونها الجهه المسؤوله الاولى. فالوزاره تغض النظر عن الممارسات السلبيه الجسيمه لهذه الدكاكين مما يثير صراحه شبه التنفير للمسؤولين في هذه الوزاره. ومن الملفت للنظر تغيير جميع القياديين في المؤسسات التعليميه ما عاد شخصيه واحده منذ القرن الماضي. واتحاد الطلبه الطرف الثاني هو الذي تحول دوره من منبر يهتم بمصلحه البلد اولا وجوده التعليم الى نقابه همها الاول الحرص على تنفيذ اغلبيه اعضاء الجمعيه العموميه، حتى وصل الامر بهم الى المطالبه بتعيين احد اطراف اعتماد شهادات. طيب وانا عاد مجلس الامه اخوي عبد الرحمن. ومجلس الامه الطرف الثالث وهو المهم في الحقيقه اعضاء البرلمان من خلال واحد تجاوز مبدا الفصل بين السلطات والذي نص عليه الدستور. وانا مع جيل احترامي الكريم لضيفك الكريم، ولكن نرى مره يصرح تصريح بشان التبريكات تارة باعتماد بعض الدكاكين التعليميه والتطمينات تارة اخرى بان هذا لن يمس الطلبه المقيدين حاليا، وتارة اخرى يخاطب المثقفين ان ضد هذه الدكاكين كما هو الحال في هذا البرنامج. كما وصل الامر بعضو اخر الدكتور علي العمير في برنامج الرشوه والمال السياسي في حلقه سابقه معك ايام الانتخابات، والذي قال بالحرف الواحد لنتقي الله في انفسنا وفي هذا البلد بان لا نحقق مصالح آنية على حساب مصالح مستقبليه، مع ان الدكتور الفاضل علي العمير ساهم في هدم الضوابط التي تحرص على ارتقاء وضبط جوده التعليم، وقدم مصلحه للاسف الانتخابيه على مصلحه البلد، وهو من الداعين والمحرضين على هدم هذه الضوابط، والذي فاز الجميع بتبريكاته كالاخ الفاضل في الجرائد المحليه للطلبه الراغبين في الحصول على الشهاده الجامعيه في 7 شهور. والرشوه ليست محصوره في تقديم المال لمن لا يستحقها، ولكن يندرج تحتها تقديم امتيازات وتسهيلات لمن لا يستحقها. اسالك بالله يا دكتورنا الفاضل، هل يعقل ان طالب خريج دبلوم تقني فني يحصل على درجه البكالوريوس في 7 شهور، او طالب كليه الهندسه في جامعه الكويت الذي ينهى السنه الثانيه فقط، هل يعقل ان يحصل ايضا على الشهاده الجامعيه في 7 شهور؟ والله من المحزن وصول اعضاء الى قبه البرلمان. عندك اي نقطه اخرى الوسيله؟ اخ عبد الرحمن وضحت الفكره. شكرا لك اخ عبد الرحمن.